مئات السنين سلمتنا تركيا لإيطاليا عام 1912 وجت المدافع مرة ثانية تقصف في هذا المكان على حين غرة. يا اخواننا مش تخلصنا منهم الأوروبيين، ما وجبنا العثمانيين ما أصبحت عثمانية وإسلامية وما بعد ايش وخلاص والإسلام وما عادش في عرب وترك وإسلام. جاء التاريخ قال طز العربي عربي والتركي تركي. التركي يا عربي باعت بمقابل جزيرة في بحر إيجا تركيا، أعطوه الترك وقالوا خذوا ليبيا هذه إن شاء الله ديروها مدنة، داروها مدنة مظبوط. وهذا بالأساطيل مرة ثانية بعد 400 سنة تقصف في هذا المكان وينزلوا من هذا المكان بالضبط. اليوم المشهد هذا رجعنا إلى الوراء 581 عام ونبهنا على حقيقة تكررت بعد 1000 عام، بعد 400 عام، بعد 75 عام، معناها بتتكرر في المستقبل. وما ينفعش خطابات وكلام واحد، لا، إذا ما تبغوش تكونوا مطاويح في الشارع زي تو اللي شفتوهم، ما تبغوش هذا المكان يحتلوه ويعلقوا عليه الصلبان، ما تبغوش يشيلوكم مرة ثانية يبيعوكم في إيطاليا، كونوا أقوياء مش بالسمسرة، ما بالحلوى، مش بالورق، مش بالموضة بتاعت أوروبا الوسخة، لا، بزرع أرضكم، بتصنيع بلدكم، بالتدريب على السلاح، بتحصين الساحل، بتوحيد الأمة العربية. لا كل كلام فارغ. بعد ما تكونوا أقوياء وما يقدرش حد ياخذكم ويبيعكم، بعدين انزيطوا وديروا الكبريهات وديروا الحرير وديروا الشوكولاتة. أما تو هذا ضحك ما هزله.